البيتكوين بعد ما شفناها كسرت مستوى 90,000 وطلعت ل91,000 وشوي أو 92,000. هلا رجعت نزلت. شو الأسباب؟ هذا بيعرف. بس شو بقول؟ رايحين على نزول اليوم أكيد لا، بالساعات الجاي احتمال، بس نرجع ننزل على مستوى 80,000 ضربة واحدة. السوق عم بيلعبوا فيه كتير. خلينا نشوف لوين رايحة. لو نشوفوا بتكون واقفة هون على هيدا الخط اللي هو 90,800. هي من وقت ما دخلت هيدا الزون هون اللي هو زون 91,300 91,000 هي نازلة بنزول. شو سبب النزول؟ ما بعرف، أنا بعمل فيديو شفتها فبدي ارجع اتحقق عن الموضوع. بس على كل الأحوال إذا اللي بيتذكر هاي عم بجيب لكم إياها، ما نحط لكم شي لا عليها liquidity zones ولا شي. باليومي قلتلكم طول ما هي تحت 96,700 بدكم بطاطا. لما فتحت مستوى الساعات قلتلكم هذا الصعود اللي شايفينه هون منه صحي، طلعته بطريقة غريبة. ومن بعدها راح تعمل consolidation بالعرض مثل ما شايفين بهالفترة كلها سوا، وصولا هلا عم تنزل. وانا وقتها عملت هيداك الصعود اللي خبرتكم هلا من شوي عنه، قلتلكم رايحة ترجع تنزل غصبا عن الطبيعة. ما قلتلكم ما حددت يوم ايمتى الاحتمال مشان ما حدا بيقدر يعرف احتمالية نزولها ترجع على مناطق 80,000 أو 86,000. خلينا نقول مش 80,000. طيب هلا هي هون وعم تنزل. أنا هاي الشمعة ما حقراها ما كأنه موجودة بالنسبة إلي. رح أمشي على أساس ما أنه هي رغبت لي كل شي، مشان لما كنا عاملين تشانل بطلوع عم بقولكم شوفوا حركة البيتكوين، قلتلكم صعود طفيف. هون بكعب تشانل كسرته بالنزول. يعني لما بتكون عم بتصور تيجي شغلة مثل هاي تنزلك أفكارك وبذات الوقت طلع لك اخت الفيديو. طيب هلا إذا بدي أحكي بس عن هاي لو رايحة أو اتجاهها كيف، طول ما هي نازلة بهاي الطريقة أول مستوى دعم تبعها رح يكون على مستوى 90,300 أو 90,230 مثل ما شايفين هون. هلا تطلع شوفوا هيدا أنا هلا حطيته قدامكم. ليش أخذت ظل هاي الشمعة بذات الوقت؟ ظل هاي الشمعة على نفس المستوى اللي هو 90,230. هون كان منطقة مقاومة وهون كان منطقة مقاومة قبل ما تنطلق الصعود. هلا هي هونيك بدها تنزل بالوقت الحالي، بس السؤال هو هل رح تنزل أو رح ترتد من هونيك ولا رح تكسر بنزول؟ فإذا بحال كسرت هذا المستوى اللي شايفينه هلا هي عم تنزل فيه، إذا بحال كسرت فيه بنزول صدقوا على الأرجح بهاي الأول هي عم تكسر فيها هلا هي نازلة طحبشة لهيدي الرينج مثل ما شايفين. بهاي الأول اللي هي عم تنزل فيها إذا بتكفي هيك رح تنزل طحبشة لهون. ليش؟ هذا المستوى 90,300 هلا حطيته 89,400. أنا طبعا إذا بدي أفتش بالزون هون هي بيطلع لنا 90,300 على الأرجح. لازم 90,400 عنا إذا بتطلعوا هيدا كانت الزون تبعها. بس أنا أخذت من هاي المرحلة محل ما هي عم تنزل. المهم ما بدنا نروح كتير بالحكي. هاي المناطق هي مناطق الدعم تبعها هي منا مناطق دعم قوية أبدا، هي مناطق مقاومة أقوى. فمناطق الدعم تبعها على 86,000. هل يا ترى هيدا نزول رح ينزلنا 86,000 أو لا؟ إذا نزلنا لهونيك هي مش كتير كبيرة، مش من بعد رح ننزل أكتر إذا رح نزلنا لهونيك. ليش؟ إذا بنطلع أنا عندي liquidity starts here. خلينا نصغر لنعرف صح يدور مشان ما مرقنا فيهم. نرجع نكبرهم شوي. عم باخدكن انا وعم برجع بدي احطلكن اياهم مع انه مقروش عازي هدول اللي فوق. هلا هاي مرحلة هلا بحكي عنها اكتر. هاي المرحلة اللي بعدها قلتلكن نازلة عليها غصبا بس طبيعة. هاي المرحلة من بعدها واللي هي 84,000. وهاي المرحلة اللي انا بكرهها اللي هي مستوى 78,000 ومستوى 80,000 اللي هي انا قلتلكم بتنزل بعد ما نزلنا. طيب هلا بعد ما جات ضويت لكم الاشارات اذا بتطلعوا كسرت مستوى الصندوق 50% تبعه ومكفيه بنزول.
هون قلتلكن هيدا مستوى على أساس الشمعة هون من ورا. لما قلتلكن هيدي الشمعة حطيتها ظلة هون، حطيتها على أساس هيدا مستوى الدعم، فإذا كسرته رح تكسر هيدا معاه، رح تكفي النزول، رح تنزل على هيدا الصندوق من جديد. احتمال تبقى بمستوى 87,800 89,400، كل شي وارد. مشان هذا نزول قلتلكم منه طبيعي، في شي صاير، أنا لازم أرجع أتبعه وبرجع بخبركم شو هو ليش هنزول. طيب الإي ام ريبن عم نطلع عم نشوف مطحبش الإي ام ريبن، عم يضغط على الخط الأحمر بعده ما عمل فليب، والخط الأبيض عم بينزل بنزول، وجا بينزل بهاي الطريقة موفينج افريج 200. يعني خبر سيء. ستوكاستيك ار اس اي ولا ار اس اي شو بقولوا؟ ستوكاستيك ار اس اي عامل مثل ما شايفين هون فليب بنزول. الار اس اي سوري هذا كان ماكدي عفوا. ستوكاستيك ار اس اي نازل نزلة قوية، صار تحت بالاوفر سولد ورايح بالعرض على مستوى الصفر، تحت مستوى 20 اللي هو تبع تشانل. بذات الوقت نطلع ونشوف ليكو كيف هون عامل وبقوة، وهيدي القوة تبعه اللي هو عاملها هون مثل ما شايفينها كاسر خط 50 ورايح بهي القوة. يعني الوضع ما بيبشر بالخير ابدا بنزول البيتكوين، وكرمال هيك دغري اعطيتكم مستويات الاحتمالية وصولها اذا بحال كفى بهاي القوة، واللي هي مستوى 86,000 او مستوى يعني 86,000 و 88,000 اللي هي هاي هون. وبهيك حسب ما بين البيتكوين وضع مخيف بالساعات الجاي. قلتلكم في نزول، انا عم سجل الفيديو ما بعرف شو اسبابه، هلا بدي اطلع على اسبابه، واذا بحال كسرت المقاومة على 90,300 او الصندوق على 90,000، هدول مناطق عفوا مش المقاومة الدعم، اذا كسرتهم بنزول راجعين نزور مناطق 86,000 و 88,000 من جديد. هذا الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، ما تنسونا فولو لايك وشير.